حاجة واحدة بس لو لقيتها على العملة القديمة اللي انت شايلها هتخليك تبيعها بملايين. يعني لو عندك اي عملة من العملات اللي هقولك عليهم يبقى قوم دلوقتي ودور عليها لانها طلعت كنز. لكن ايه الحاجة اللي هترفع سعر العملات القديمة واسعارهم وصلت لكام؟ ويا ترى ممكن تبيعها فين وبكام؟ كل ده واكتر هتعرفوه، بس تابعوني لاخر الفيديو. ناس كتير معهم عملات قديمة وفاكرين ان معهم كنز وثروة ممكن يبيعوها بألوفات وملايين كمان، بس مش واخدين بالهم ان العملات القديمة ليها شروط وضوابط معينة علشان تتباع بأعلى سعر، ومش أي عملة قديمة كمان ممكن تتباع بألوفات. بس قبل ما أقولك إيه الضوابط دي والشروط اللي لازم تكون موجودة في العملات القديمة، خليني الأول أعرفك أسعار العملات وصلت لكام. محمد عزب تاجر عملة قال للمصري اليوم إن العملات القديمة أسعارها بتختلف حسب نوعها وسنة طباعتها، وقال إن العملة القديمة اللي بترجع لعشرات السنين زي الجنيه الجملي سعره بيتعدى المليون جنيه، والكل في السوق شايفها هي العملة البريمو لأنها نادرة وتمنها فيها. بس الثروة بقى مش مربوطة بالجنيه الجملي وبس، عندك عملة ريال السلطان فؤاد، ده بقى ارتفع سعره في الفترة الأخيرة علشان تبدأ من 100,000 جنيه لمليون جنيه مصري، بشرط يكون مكتوب على صورة العملة اسم السلطان فؤاد والتاريخ الهجري 1335، وفي الجهة التانية من العملة يكون عليها التاريخ الميلادي 1920. واحد تاني من تجار العملة قال للمصري اليوم إن ال10 مليم عملة معدنية نحاس الصقر بيتم شرائها في الوقت الحالي من 5000 ل 20,000 جنيه، والأمر نفسه بينطبق على ال5 مليم بشرط إن تكون من إصدار سنة 1973 ميلاديا وعليها صورة صقر، والجنيه الورق ابو جمالين بمليون جنيه. وقال ان عمله الشيلين اللي تم طباعتها في نهايه عهد الملك فاروق بكميات قليله خلت قيمتها الماليه مرتفعه جدا، بشرط ان يكون مكتوب عليها الدوله المصريه علشان يوصل سعرها من 20 ل 30 الف جنيه. والامر نفسه بينطبق على الباريزه، وقال ان عمله الباريزه الورقيه بيوصل سعرها دلوقتي ل 60 الف جنيه بس يكون مكتوب عليها الدوله المصريه. ودلوقتي بقى هقول لك امتى العمله الورقيه اللي معاك تتباع باعلى سعر، وده حسب محمد حربي تاجر عمله للمصري اليوم. قال ان العمله لما تبقى ورق هتكون اغلى بكتير من المعدن، لان العملات الورقيه بتتهلك بسرعه ونادره كمان، وكل ما العمله يكون فيها خط بيكون سعرها اعلى. وبحسب خالد عزب المهتم باقتناء العملات القديمه والنادره المصراوي، في عملات ليها قيمه وسعر مرتفع زي العملات القديمه قبل الاعلان عن جمهوريه مصر العربيه، ومنها عمله ال5 مليم اللي اتعملت سنه 1973، اتعملت بالالومنيوم ودي سعرها عالي جدا لانها مميزه وعددها قليل. وعمله ال25 قرش الاصدار الاول اللي بتتسمى قافله الجمال وبدا اصدارها 1917. ولو بتسال عن اماكن بيع وشراء العملات ففي اماكن كتير قوي زي الحسين وخان الخليلي، او انت ممكن تعرضها على الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي طرق كتير جدا واختار انت افضلهم. ودلوقتي بقى قول لنا معاك قد ايه من العملات القديمه اللي انا قلت لك عليهم.